يا رب بكون ماشي صح، والله ما عارف. وبالمناسبة هنا اتصور فيلم أبو علي بتاع الفنان كريم عبد العزيز، وبدأ بقى الخوف ينتابني دلوقتي. أقدم مدينة إسلامية موجودة هنا بشكلها القديم، بشكلها بتفاصيلها. هنا في واحد الدخلة. احنا هنا في مدينة اسمها مدينة القصر الإسلامية. المدينة ديت لحد دلوقتي قائمة بكل تفاصيلها. بعض البيوت تهدمت، ولكن لما تيجي مثلا هنا تعرف وتقرأ على أعتاب البيوت تفاصيل كتير جدا جدا مذهلة. مش عارف الباب ده يتفتح ولا لأ، مقفول كويس. طيب نكمل ماشي. حتى بصوا يعني مثلا البيت ده وقع اهو، ولكن بصوا الحيطان كانت بتبقى مرسومة من جوه البيت. اعتقد دي كانت عصارت رحايا للقمح. نكمل ماشي سريعا سريعا. بسم الله. طبعا انا ماشي لوحدي دلوقتي، مفيش حد معايا في قلب المكان، فانا مش عارف انا مش صح ولا غلط. طيب كاتم اهو. تعالى يا رب استرها واكون ماشي صح. بصوا حضراتكم انا كده اعتقد ماشي صح. بين بقى كل حاره وحاره بتلاقي فيه بوابه. البوابه ديت عشان لحمايه اهل الحاره نفسها من اي معتدي، وكان بيتقفل زمان كل بوابه لوحدها، وبيبقى فيه مسؤول عن الحاره هو اللي بيقفل البوابه، ومش بيسمح لاي حد ان هو يخرج الا في الشديد قوي. يعني بصوا دي الضبه والمفتاح اهي، ده بيت من البيوت بتاعتهم زمان اهي. طبعا مفيش حد ساكن دلوقتي فيها. الارفف حتى بتاعت البيت، بص في الصاله اول ما تخش بتلاقي الارفف بتاعت زمان. بصوا المصطبه كل ده مبني من الطين. حاجه مذهله اهو. شايفين كده برضو ادي بوابه تانية، وده البوابه اللي كنت بحكي لكم عليها، بوابه الحاره اللي بيخش منها ويتقفل الباب. وادي الضبه والمفتاح زي ما كنت بحكي لكم اهو. دخل اهو، ده كده الترباس بتاع زمان. شايفين الترباس؟ حاجه مذهله جدا جدا. يلا نكمل. الجو بره حر، يعني احنا في الشتاء الجو بره حر حرفيا. انا هنا حاسس ان ماشي في وسط تكييف نتيجه للمباني والفتح المفتوحه من كل جنب. مش عارف انا ماشي كده صح ولا غلط، ولكن ربنا يسترها طالما في اثار اقدام على الارض اهي، فانا كده اعتقد ماشي صح. تعالوا كده بسرعه يا رب بكون ماشي صح، والله ما عارف. استرها يا رب. يلا بصوا مدينة متكاملة. هنا في واحد الدخلة. وبالمناسبة هنا اتصور فيلم أبو علي بتاع الفنان كريم عبد العزيز. نكمل مشي. مش عارف أنا ماشي كده صح ولا غلط. مش كده مفيش حد تقدر تسأله، يعني انت ماشي كده على الله. ده تقريبا مسجد برضو مش كتير قوي. بصوا مكتوب عليه ايه. وبدأ بقى الخوف ينتابني دلوقتي. انا مش عارف، المفترض ان احنا نتجمع للفوق الساعة 12، الساعة دلوقتي 12 حاجة بسيطة، فانا مش عارف ومفيش شبكة، فربنا يسترها ونلاقي الفوق. انا فين؟ عشان اللي ممكن يسأل، انا موجود في مدينة القصر الإسلامية، أقدم مدينة إسلامية قائمة إلى الآن. اتبنت الأقوال كتير، في حد بيقول سنة 50 هجري، وفي حد قالك لأ
بداية العصر العثماني او الايوبي او اخر الايوبي، فمش عارف فين الحقيقة.